لو عندكم بفتيك لحمه او ستيك لازم تجربوا الطريقه دي، عشان دي احلى لحمه بصوص الديمجلاس. بجد يا جماعه كان طعمها خطير، والصوص اللي عليها ده بالذات رهيب، بتدوب كده وبجد هتعجبكم قوي. في طاسه على نار عاليه نحط فيها شويه زيت ومكعب من الزبده، وهننزل شرايح اللحمه على اعلى درجه حراره لحد ما تاخد لون من كل الجوانب. انا استخدمت البفتيك، تقدروا تستخدموا الانتركوت او الفليتو، اي قطعيه يعني ما تكونش بتاخد وقت كبير في السوى. وهنتبلها بشويه ملح وفلفل اسود وروزماري وزعتر، وهنخلص الكميه كلها ونطلعها في طبق على جنب. وفي نفس الطاسه بنفس البهاريز دي هنحط مكعب من الزبده وبصلايه متقطعه مكعبات صغيره ومعلقه صغيره من الثوم المفروم. وهنلم بقى بالبصل ده كل الحاجات اللي لازقه في الطاسه. هنزود بقى معلقه كبيره من الدقيق، واهم حاجه في الوصفه دي كلها هو الديمجلاس البودر. استخدمت بتاع شيفي ميكس وحطيت منه معلقه كبيره. وهنقلب الدقيق وبودره الديمجلاس مع البصل والثوم لحد ما يختفوا تماما. بعد كده ننزل الشوربه او المرقه. انا حطيت 4 كوبايات من الشوربه، واختياري ممكن احط معلقه كبيره من الصويا صوص ومعلقه كبيره من المستردة، ونفضل نقلب لحد ما الصوص يتقل شويه. بعد كده بقى نرجع ننزل اللحمه تاني. ساعتها بقى نبدا نظبط الملح بتاعنا وكمان الفلفل الاسود، وممكن تحطوا شويه جوز الطيب اختياري. هنغطي بقى عليها ونسيبها كده على نار هاديه لحد ما تستوي تماما. تقريبا مش تاخد اكتر من ربع ساعه وهتكون استوت. وبس كده قدموها بقى مع رز ابيض، وبجد يا جماعه كان طعمها تحفه، لازم تجربوها.